حكم المباراة للمنتخب الجزائري. أحمد سعد حسب البطاقة الصفراء. أعتقد هنا الحقيقة بدأ الجمهور يتفوه بكلام غير منطقي، وأعتقد أنهم يقولون كلاما لا يليق بالمنتخب الليبي، وهذا هو الكلام الذي يقوله الجمهور الرياضي. الحقيقة في البداية رحبوا بالمنتخب الليبي، ولكن حاليا الحقيقة هذا لا يليق بالشعب الجزائري، هذه الكلمات والجمهور بحاله. ربما تستمع، أنا لا أريد أن أقول ما يقولون، ولكن أنتم تستمعون. الآن اللقاء يتوقف، وجمال الجمهور يعني لا أعتقد، أنا أشاهد أمامي جماهير دخلت للحارس البلوحي. الآن اللقاء هذا مدرب المنتخب الجزائري. واعتقد هذه الاشياء لا تليق بالشعب الجزائري، رغم ان كما ذكرت في بدايه المباراه يعني كانت ترحاب، يعني الحقيقه رحبوا بالوفد الليبي، والحقيقه حتى عندما دخل الفريق الى الملعب عندما دخل منتخبنا صفقوا للمنتخب. جمال عبد الله ومحمد الغنودي.